مشيت على الجسور هنا وهناك ودورت في باريس عن بونت دي آرت اللي معروف عالميا بأنه أشهر جسر لأقفال الحب، بس ما لقيتهوش. واللي عرفته بعدها إن الجسر كان متحمل بأكتر من 700 ألف قفل، يعني أطنان من الحديد، ومفاتيحها بلعها نهر السين. تقليد أقفال الحب بدأ في 2008، والأسطورة بتقول إنه بداية القصة كانت في صربيا بين ندى المدرسة الجميلة وريليا الموظف البسيط. اتقابلوا على جسر اسمه موست ليوبافي، وعليه اتعاهدوا على الحب مدى الحياة. لولا الحرب العالمية الأولى كان ممكن للعهد ده إنه يكمل. اضطر ريليا إنه يسافر لليونان عشان يشارك في الحرب هناك، ومرت الأيام ومرجعش ريليا وعاش حياته وقابل حب جديد، ونسي ندى اللي ماتت من الحزن على حب استنته ومرجعش. ومن ساعتها قررت ستات كتير ان هم يكتبوا اسماء اللي بيحبوهم على اقفال ويثبتوها على نفس الجسر اللي اتولد عليه قصة حب ندى وريليا. اما المفتاح فكانوا بيرموه في النهر، وكل ما النهر يكون اعمق كل ما قوة الحب تبقى اكبر والارتباط يكون اوثق. ومن هنا بدأ التقليد ده في جسور كتير في مدن مختلفة حوالين العالم، منهم لندن، بودابست، باريس. بس الدول قررت إن هي مش هتقف قصاد الحب بقدر ما هتقف قصاد كارثة ممكن تشوه معالمها السياحية، اللي تقريباً أغلب المحبين ما كانوش عندهم أي خلفية إن قصص حبهم ممكن تأثر عليها. بدأ يحصل انخفاض وتآكل في الجسور من وزن الإقفال اللي موجود عليه، وده خلى مدن كتير زي باريس ونيويورك إن هم يزيلوا الأقفال دي من على الجسور، وكمان يفرضوا غرامات. في مدينة زي نيويورك على جسر بروكلين أي حد بيعلق قفل بيدفع $100. لكن أخيراً قررت باريس إنها تعمل فكرة عبقرية، إنها تعمل إقفال حب افتراضية. القفل الإلكتروني بتقدم عليه من على موقع البريد، وبتختار القفل وبتكتب اسمك واسم الشخص اللي انت بتحبه، وكمان بتختار انت عايزه افتراضيا يكون محطوط على انهي جسر حوالين العالم. بس السؤال هنا، هل الحل الافتراضي ده ممكن يطيب بخاطر المحبين؟ اشوفكم في حلقة جديدة من سبوتس.